كل سنة وانتم طيبين في نهضة الأنبا برقام. أول يوم النهاردة. إيه اللي عمل الأنبا برام قديس؟ ليه بنعمل نهضة للأنبا برام؟ ليه بنبني كنيسة على اسم الأنبا برام؟ ليه لما ربنا يرزقنا بطفل نسميه الواد برام؟ ليه لما ربنا ينعم علينا بعطية جميلة للغاية إنه يترسم لنا كاهن يطلع اسمه أبونا برام؟ ليه؟ ليه أي كاهن في مصر من اسكندرية لأسوان اسمه أبونا برام بيحب العطاء وبيحب الفجرة؟ بياخد من نفس روح الأنبا برام. ليه؟ الأنبا برام ليه أيقونة في كل كنيسة تتحط جنب الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا والناس الكبار التقال. الأنبا برام شفاعته عالية ومشهور لدى كل غلبان وفقير ومحتاج يعرف مين هو الأنبا برام. الأنبا برام من الناس العليوي قوي العاليين الحلوين بتوع ربنا. الكنيسة اعترفت بأنه قديس وبقى قدسنا وشفاع كنيستنا حبيبنا الأنبا برام. وانا نقول له ايه؟ عملتها ازاي دي؟ ازاي بيجي الأنبا برام قديس؟ ازاي؟ يقول ده اتولد كان اسمه بولس غبريال، اتولد سنة 1829. احفظ التاريخ. 1829 اتولد الواد الصغير ده اللي اسمه بولس غبريال. امه ماتت وهو عنده 8 سنين في حتة اسمها دير مواس في المنيا. اتعلم في الكتاب بتاع الكنيسة قراية الكتاب المقدس وحفظ الألحان وهو شاب عنده 19 سنة. راح دير المحرق، اترهبن هناك باسم أبونا بولس المحرقي وعاش هناك 11 سنة راهب تمام محبوب لدى كل اخواته الرهبان وأبائه الآباء الرهبان. ولسه صغنطت في السن، يعني كان عنده 30 سنة، ما 19 قبل الرهبنة و11 سنة رهبنة، 30 سنة. ودي الأنبا ياكوبوس رئيس أبرشية المنيا الأسقف قال لك اخده يبقى وكيل المطرانية. وده بصيص من النور يخلينا يقول لك خلي بالك القداسة ملهاش عمر، مش لازم تعجز يا ريس والدجن تبيض وتبقى كركوبة عشان تقول امشي في سكة القداسة. اهو 30 سنة وكان مشهود له من الاباء الرهبان والعواجيز والناس الحلوة دي، وسيدنا اختاره يبقى وكيل المطرانية. بس راح نشف له المطرانية في 4 سنين، كان وزع كل كبيرة وصغير على الناس الغلابة وحب العطاء وحب الفجرة وعملها مأوى لإخوة الرب. في 4 سنين ما استحملهوش فادله كتف قانوني. راح بيه فين؟ رجع تاني الدير، قعد في الدير بس يا دوب 3 سنين بس. شوف بقى التقوى لواحد عنده 37 سنة شاب في رعيان شبابه. التقوى والعيشة النقية تعمل فيه ايه؟ يعملوه رئيس دير المحرج للشيوخ الكبار اللي موجودين. بدل ما تختاروا رئيس دير من الشيوخ الكبار اللي موجودين تختاروا الراهب ده ابو 37 سنة الصغير ده. قال لك عشته سابقة منه وسيرته سابقاه، ده راجل قديس وبقى رئيس الدير. وزي اللي عمله في المطرانية بتاعت المنيا حب ينشف الدير. في ايه؟ قال لك الغلابة المحتاجين الفقراء 37 سنة يعملوه ايه؟ رئيس لدير المحرق. فلما بدأ يوزع وتلموا الغلابة والفقراء، والواحد نفسه برضك في الكنيسة، انا نجيس نفسي ككاهن احب في الكنيسة يبقى من ده على ده، يعني ناس تحط في الصندوق وناس تاخد من الصندوق، لكن كل اللي يجي ياخد بس، امال مين اللي هيحط في الصندوق؟ طيب يعني يبقى من ده على ده، نقابل البيه ونقابل الغفير، نقابل الراجل صاحب العقار ونقابل البواب اللي تحت السلم في العقار برضك. لكن يبقى فقراء وبس، هم دول اصحاب الانبا برام، فقراء وبس. فضل يدي ويدي في الدير ويدي في ممتلكات الدير. ايه ده حال يزعل الاباء التقال اللي موجودين. فقالوا له لا، راحوا للقائم مقام اللي مكان البابا عشان كان البابا تنيح وفي قائم مقام ماسك انا ناسي اسمه. المهم راحوا للقائم مقام قالوا له ايه؟
وبعدين معاه ده خربها. فعمل ايه؟ سمع لكلام الاباء القائم مقام وسيبه منصبه رئيس الدير. رايح فين يا ابونا بولس المحرقي؟ قال في 4 من الاباء ماسكين فيا مش عايزين يسيبوني، هنروح نقعد شويه في دير الانبا بشوي خلوه. واخد بالك لما الراهب ياخد خلوه من ديره ويروح ياخد خلوه في دير تاني؟ اخد خلوه من الدير المحرق راح ياخد خلوه فين؟ في الانبا بشوي. شكله كده مرتاحش هناك فمشى شويه، قال لك اروح اخد خلوه اوسع شويه في دير البراموس. انا بحكي لك حدوته اللي حصل. راح دير البراموس لقى هناك راهب اسمه ابونا كورولوس الناسخ، وده كان راجل تقي. قعدوا معاه شويه، فجت الكنيسه بالروح القدس اختارت ابونا كورولوس الناسخ يعملوه البابا كورولوس الخامس. وبيجي البطرك: هتعمل ايه يا ابونا كورولوس لما تبقى البابا كورولوس؟ يقول ابعت لابونا بولس المحرقي والرهبان اللي معاه 4، اخد 3 منهم انا عارفهم كويس، اعملهم مطرنا على اثيوبيا واشحنهم على هناك يخدموا المسكونة اللي هناك في اثيوبيا. طب وابونا بولس المحرقي هتعمل معاه حاجة؟ يقول لي ده قديس. ارسم اسقف على الفيوم والجيزة، ودي بروشية كبيرة وواسعة وممتدة لأماكن كتير وكنائس، هو يبقى الأسقف بتاعها. عنده قد إيه سنة؟ قال لك عنده 52 سنة. أسقف لسه برضه شاب، 52 سنة، وبيجي نيافة الحبر الجليل الأنبا برام. تعمل إيه يا أنبا برام لما تبقى أسقف الفيوم والجيزة؟ يقول بقى أيوة بقى أيوة، ده أنا بقيت أسقف، يعني أعمل إيه؟ يعني أفتحها على البحري. تفتحها على البحر تعمل ايه؟ يقول لك اقعد على الطبليه كل لقمه ملوخيه مع الناس الغلابه. يا سيدنا الاسقف ده انت المكانه العاليه الكبيره اللي فوق. يقول لا لا لا، اصل كان ننزل للفقير ونطلعه معايا. وبدا يدي ويدي ويدي لحد ما بقاش معاه يدي، فبدا يدي ايه؟ الشال، يدي البطانيه، يدي الفراجيه، يدي الكتاب بتاعه، يدي وتبقى مفيش. دخل عليه الراجل معاه 10 كيلو ذهب، لا 10 جنيه ذهب. والجنيه الذهب يقول عنه قداسة البابا في هذه الأيام أنه يقتدر كثيرا في فعله، يعني كان يجيب كتير. ودخل على الراجل البيت اداله ال10 جنيه ذهب، دخل عليه الفقير اداله ال10. ادي هو أول ما قال لك اديني اديته. قالوا له عايزين كفن للتالت بتاعنا، 3 اصحاب عايزين نجيب كفن وصندوق، صاحبنا مات وهو ما كانش مات. قال لهم وماله، هو مات؟ طب خدوا هاتوله. فراحوا يقلبوا في جبة صاحبهم، طلع مات. ايه ده؟ ايه الايد الطايله قوي دي في العطيه؟ فتح السوسته على اخرها يا حبيبي. عارف السوسته اللي في الفراجيه المفتوحه اللي تديني نحط وناخد نودي، تديني نحط وناخد، بتعمل ايه؟ ما طول ما هي مفتوحه مش هتفضى، لكن لو فيها شويه وقفلنا عليها يفضل هم دول بس الموجودين. طب والغلباء انا مالي ومال الغلباء؟ طب خليهم مقفول عليهم بقى دول. طب ما تفتح السوسته. هو فتح السوسته. وانا نيجي نسال النهارده ونقول له نيافه الحبر الجليل الانبا برقام بكل تواضع، ايه اللي عمل منك قديس؟ ايه اللي عمل منك قديس؟ ازاي بقيت رجل عطاء؟ مش البابا كرولوس رجل؟ طب والانبا برام رجل؟ ازاي بيجي رجل عطاء طيب؟ ايه اللي عمله علشان يبقى؟ بصوا بقى، احنا جايين الكنيسه ليه؟ نفسنا نكون قديسين. طب وربنا عاوز مننا ايه؟ هذه هي اراده الله قداستكم. ربنا عاوزنا ايه؟ قديسين. جايين الكنيسه ليه يا شعب الانبا ابراهام هليوبلس؟ هليوبلس دي صح كده؟ بس انا حافظها مارجرجس هليوبلس، جديده عليا الانبا. ماشي يا انبا ابرام يا اللي جنب مارجرجس هليوبلس، ايه اللي جايبكم الكنيسه؟ جايين الكنيسه ليه؟ يقول لك احنا جايين الكنيسه عشان نفسنا نكون قديسين. جينا في القداس ابونا صرخ وقال القدسات للقديسين، فقال ايه؟ قال يعني خدنا الكلام علينا، فيعني قلنا يبقى احنا طالما ان احنا موجودين. طب هو ربنا عايزنا نعمل ايه؟ ندفع العشور؟ لا. يعني نرفع ايدينا واحنا بنصلي؟ لا لا لا. امال ايه يا رب عايز ايه؟ يقول هذه هي اراده الله قداستكم، انا عاوزكم تبقوا قديسين. طب ما الانبا ابرام كان قديس، بس احنا عايزين نعرف هو ازاي بقي قديس. فنروح نساله، هنقول له يا نيافه الحبر الجليل الانبا ابرام،
الكنيسة اعترفت بيك سنة 1963 بعد ما كانت نايحة 1914. 1963 الكنيسة بانعقاد مجمع مقدس من جميع المطارنة والأساقفة الموجودين في المجمع المقدس انه هذا الشخص قديس، ويتقال اسمه وتتبني الكنايس على اسمه ونسمي عيالنا على اسمه ويطلع له كتب ومجلدات قديس وبيعمل معجزات. انت ازاي بقيت قديس؟ يقول يا أولادي الأحباء وأبنائي الأجلاء، سكة القداسة التي سار فيها القديس الأنبا أنطونيوس في القرون الأولى لم تبعد نهائيا عن الكتاب المقدس. لما دخل الكنيسة وسمع الكتاب بيقول إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع وتعالى اتبعني، فأنا سلكت كما سلك ذاك، فمشيت في سكة القداسة زي ما كل الآباء. هو الأنبا أنطونيوس بس أقول له قول لي فهمني أكتر، يقول لي اللي عاوز سكة قداسة موجودة هنا في الكتاب. اللي عاوز يبقى قديس يا ناس، حد عاوز يكون قديس؟ أيوة يا أبونا، تعال هنا اهو. القداسة هنا في الكنيسة من خلال أنفاس الله، من خلال الكتاب المقدس. بس خد الكلام إنه كلام الله، لأنه في فرق ما بين اتنين في الكنيسة قاعدين جنب بعض، واحد حي بيسمع الكلمة الحية، وواحد ميت يا عينك له اسم إنه حي لكن هو ميت، موجود معانا هنا بجثته بس. الجثة موجودة لكن الإدراك والإيمان والحياة مكفولة، مفيش. طب ماشي في الطابور يا ابونا ورايح يتناول كما لقوم عادي مشي في الطابور ويتناول يا ابونا، دول الجماعة بتوع الكنيسة. طب ما رفع قضية على أخوه وقال لك إذا قدمت قربانك على المذبح اترك القربان وروح اتصالح، وهو رفع قضية على أخوه أصل أكل ورثه فرفع عليه القضية. يقول لي ما سايبه غير لما تسجنوه. لو اتقابلتوا في الملكوت هتعملوا ايه؟ هتدبوها عركة في السما فوق. طب جاي تعمل ايه يا عم؟ اتصالح مع اخوك الاول وبعدين تعالى، يعني راجع نفسك بس واحدة واحدة كده. خلي الكلمة حية، حية يعني تعمل فيا فتغير مني، فتغير وانمو في معرفة شخص الرب يسوع المسيح، وكل يوم الاقي نفسي بطلع خطوة لقدام في معرفة المسيح. لكن قاعد مع القاعدين يا ابونا، اول ما تقول امضوا بسلام هنمشي في وسط الكلام. طب كنا بنقول ايه؟ انا عارف. خلص يا عم، لما تخلصوا هنمشي. مش حي ده يا عيني، ده له اسم انه حي، لكن هو يسمع الكلمة ولا تعمل فيه. الانبا ابراهام ازاي تبقى قديس؟ قال لي انا بس ركزت في الكلمة، لقيت انه من يعطي الفقير يقرض الرب، فخدت الكلام على ان انا لما ندي الفقير يبقى بندي لربنا. سمعت الكلمة لما لقيته بيقول من يعطي الفقير لا يحتاج، ففتحت السست على اخرها وبديت ادي للفقراء. سمعت في لوقا 6 بيقول كل من سألك فديت الكل من غير ما اعمل قاضي على الناس باستمرار. سمعت بيقول مغبوط هو العطاء اكثر من مغبوط. يعني ايه؟ يعني محبوب، يعني مسرور، يعني ما هو افضل. اتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم افضل. من اين يأتي هذا الافضل؟ لما ابدأ ادي للغلبان. سمع الكلام فبدأ ياخده بمحمل شخصي انه ينفذه ويحطه في حيز التنفيذ، ما يبقاش مجرد كلام. فيقول لي يلي عاوز تمشي في سكة القداسة تعال خد من الكنيسة قداسة كتيرة في الكنيسة. عارف الكنيسة بتعمل ايه في كلمة الله في الكتاب المقدس؟ تعمل فينا ايه؟ يجي ابونا اول حاجة يبدأها يصلي أشية الانجيل. ليه تصلي أشية الانجيل؟ ويا سيد الرب يسوع المسيح لنا الذي خاطب تلاميذه القديسين لانه اذانا تسمع وعيون تبصر، فلنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسة. نسمع ونعمل، مش نسمع بس، نسمع ونعمل. رايح فين يا ابونا؟ مش خلصت الأشية؟ يقول لا يا اولاد، هخش جوه الف حوالين المسبح واخد من الواد البشارة.
اخد البشاره من الواد اللي الشماس الحلو اللي بيلف قدام مني، اول ما يطلع بره الشماس هيرفع الصليب ويقول ايه؟ الشماس هيوقف هنا ويقول ايه؟ صاصيتي، دي معناها ايه بالعربي؟ شطار، نباهه عاليه باسم الصليب. دي حاجه كويسه، ايوه، عشان تبقى فاهم. الفهم الجيد لكل كلمه في القداس تنشئ لنا قداسه عاليه باستمرار، عشان فاهم. لكن هو يصرخ جوه يقول لك تسقيف خلاص يمون وانت واقف مش فاهم هو بيقول ايه. ده كلام؟ تسقيف خلاص يعني احنا رؤوسكم للرب وهو انت مش فاهم هو بيقول ايه. طب يلا خلص يا عم، عايزين نتناول، انا فاهم. لا، الفهم الجيد ده يدينا وعي وادراك اكتر لكلمه الله. يجي الشماس يقول استاصت ايه؟ يعني انصتوا وقفوا بمخافه. يا ترى ابونا بيقول في الوقت ده ايه؟ ياخد من الشماس البشاره ويحطها على ايده كده، بيمسكها كده، بس ابونا الحلو اللي فاهم يجي ياخدها كده ويمشي بيها كده كانه شايل بيبي صغنطط. فاقول له يا ابويا ده انت هتشتك عيال صغيره؟ مالك ماسك ليه البشاره كده كانك شايل حيل صغير؟ يقول اصل انا هقول نفس الكلام اللي قاله ابويا الكبير لما شال العيل الصغير. اقول العيل صغير ايه اللي حصل؟ يقول لي كان في واحد اسمه سمعان الشيخ، لما شال الطفل يسوع قال الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام. انت يا ابونا هتقول ايه؟ يقول انا هقول نفس الكلام. اقول له ليه انت شايل ايه؟ يقول لي انا شايل كلمة الله. طب البشارة دي جواها ايه؟ العهد الجديد؟ البشارة الفاضة دي ولا الفالصو دي حاطين جواها ايه؟ جوا البشارة كلمة الله. ايه كلمة الله دي اللي هي العهد الجديد يا ابونا؟ هي الاربع اناجيل. ايه ده؟ هو في فرق ولا ايه؟ فهمنا بس. يقول لك طب ما انت في البولس بتبقى قاعد يا ريس، ويجي في الانجيل يوقفك، هو في فرق ولا ايه؟ اشمعنى في الانجيل بنوقف وفي البولس بنقعد؟ يلا ممكن اخد من قدس ابونا ابراهام اي حاجه هديه كده اديها للي يجاوب. تديني يا قدس ابونا هديه اديها للي يجاوب؟ بيقول من عينيا. اقسمها بالنص انا وهو، ولو ما جاوبش اخدها، تبقى فرصه. اتنين، دي بركه. ليه بقى؟ ليه في البولس بتقعدوا وفي الانجيل بتقفوا، ويجي في الانجيل يطلع الشماس؟ لا، ده احيانا ما بيرضوش يختاروا الشماس، يختاروا ابونا. فيجي ابونا، ولو سيدنا موجود، سيدنا اللي بيقرا الانجيل، صح ولا ايه؟ فيجيبوا الكبير. طب لو قداسه البابا يجيبوا قداسه البابا، هو اللي ايه ده الكبير، هو اللي يقرا الانجيل. واول كلمه يقولها ايه؟ قفوا. إيه؟ قفوا؟ هنوقف ليه؟ عشان هنقرا الانجيل. طب ما البولس يا عم مش كلام الله؟ كل الكتاب موحى به من الله، كل الكتاب المقدس موحى به من الله. الروح القدس هو اللي كاتب الكتاب المقدس. بس الرسائل الروح القدس قايلها على لسان بولس الرسول إلى أهل أفسس، أو بولس الرسول إلى أهل روميا، إلى أهل كلوسي، إلينا بالأولى ليا. يبقى بولس الرسول بالروح القدس قايل لي كلمة الله لمين؟ لي أنا، صح كده؟ أو لأفسس أو لكنيسة مارجرجس هليوبلس والأنبا برآم. يبقى إيه؟ يبقى ده الروح القدس. لكن في الأربع أناجيل المتكلم هو الله. طب ما كل العبادة في الكنيسة من لحظة ما بندخل من أليسوني ماس ليمضوا بسلام، كل العبادة لله، بس في اللحظة دي بيبقى الله هو المتكلم. عمرك سمعت في الأربع أناجيل يقول هكذا يقول السيد الرب؟ لا، مفيش الكلمة دي. أمال في الأربع أناجيل يقول إيه؟ سمعتم إنه قيل أما أنا فأقول. ففتح فاه وعلمهم قائلا. أيوة، يقول إيه في الأربع؟ أنا هو الطريق والحق والحياة، القيامة والحياة، ومن آمن بي ولو مات. أنا هو نور العالم. مين المتكلم؟ الله، يسوع المسيح. علشان كده إيه في الأربع أناجيل لازم نقف. أنفاس الله، المتكلم هنا هو الله.
يسوع المسيح. عشان كده يقول لك اقف. طب هنقف واحنا ساكتين كده؟ طب الكبير يقول ايه اللي هيقرا الانجيل ده؟ يقول لك كبير ايه؟ كبير ايه؟ ده الصوت صوت ابونا، لكن كلام كلام الله. الواقف قدامكم ده ابونا او الشماس او اللي سيدنا، لكن الكلام كلام مين؟ الله. طب يا سيدنا هتستقبل الله بأنهي كلام؟ يا ترى هتقول ايه ولا تعمل ايه؟ يقول اقول اول كلام كلام شوية عيال. ليه يا سيدنا؟ ده احنا مكبرينك وانت كبير من يومك وجالين انت الكبير، لما تتكلم تقول كلام العيال. يقول ايوه الكنيسة علمتني بالروح القدس ان اول كلام اقوله كلام العيال اللي قالوه لما كان السيد المسيح داخل اورشليم: وصلنا خني تتشوس مبارك الاتي باسمه. فايه يا سيدنا تقول ايه؟ هقول مبارك، ونبقى احنا واقفين انتباه. ما هو كلمة الله روح وحياة، هو ده كلمة الله. وابونا يعمل ايه في البشارة؟ يحطها في راسه: اعلان للخضوع الكامل لكلمة الله. انا مش هحور الكلمة على مزاجي، انا حيالله الصوت اللي بيقول كلمة الله هي بقى تدخل تعمل وتخترق كل النفوس. ده كلمة الله دي لما عمل بيها الانبا برام صار قديسا، صار قديسا. بس انا جوايا عيوب كتيرة. يا ترى لو قريت كلمة ربنا هبقى قديس؟ يعني انا جوايا خطايا، بسقط في خطايا يا عم مش عارف ابطلها. ده مرض ده ولا ايه؟ انا عايز علاج، عايز دكتور تخصص خطية. عندكم دكتور هنا في مصر الجديدة دكتور تخصص؟ عندكم دكتور قلب انتوا؟ انا قلبي لو وجعني هاجي لدكتور القلب. طب أو دكتور بطنة ودكتور عظام، ويكتب لي على روشتة واروح نجيبه ونخف. صدقني بعد التحليل واشعة ربنا يعني ايه ده بيعالجني. طب انا عايز دكتور تخصص خطية فيه. عندكم دكتور تخصص خطية؟ ده يديني علاج شكله ايه؟ يدي حياة. اصل الخطية اجرة الخطية موت، والخطية كل من يفعل الخطية فهو ميت. دكتور التخصص الخطية الروشتة بتاعته موجودة في الكتاب المقدس، الروشتة بتاعته في الوصايا بتاعت ربنا. ده دكتور تخصص خطية بس سره باتع، عنده دواء لكل داء، عنده خبرة في فنون المعالجة عالية قوي، بيدخل يخترق جوه النفس من الداخل يشفيني ويديني حياة. إن كانت الخطية موت، فلما أروح لدكتور تخصص الخطية ألاقيه يفتح الكتاب ويبص في الروشتات ويطلع يقول لي أنت عايز إيه؟ أقول له عيان، أنا عيان، رجلي وجعاني وركبي وجعاني وما قدرش ولا مطنيات ولا نوقف في الصلاة. يقول لي اقرا اقرا ايه؟ يلا بص في الروشته خروج 15 26. اقول له ايه دي؟ خروج 15 26 مكتوب ايه؟ يقول لي مكتوب ان الرب شفيك يعطي شفاء. واخدين بالكم لما السيد المسيح لمس واتلمس؟ امتى السيد المسيح لمس واتلمس وفي الحالتين ادى شفاء؟ دي امتى؟ دي لما اتلمس. طب امتى لمس؟ لا بس لم يذكر. هو مد يديه الاثنين على المرأة مد يديه الاثنين، ايد هنا والايد التانية هنا، وبدل ما كانت حاملة كده دي عدلها، ودي المعجزة اللي استخدم فيها ايديه الاثنين. بس الكتاب ما قالش انه لمسها، هو قال انه مد ايديه الاثنين. المولود اعمى تفل في الارض وصنع طينا في يوحنا 9. المرأة المنحنية لغة 13. المرأة نزفت الدم مرقس 5 ولقى 8 ما قالش ان هو لمس، ده هي اللي لمسته. قالت انا لو لمست هد بثوبه هشفى. في الحال هو لمس مين؟ مين؟ النعش. الله، شفت الكلام؟ ما اداش شفى، ده ادى حياة. في لوجا 7 لابن ارملة نايين لما لمس النعش وقال له ايها الشاب لك اقول قم، فجاء من الميت. لمس النعش ما لمسش البني ادم، وده اعطى حياة. انا بقول لك امتى لمس ادى شفاء. الابرص، اسمعي بقى الكلام يا ست الكل يا اللي قلت الابرص.
في مرقس 1:40 تقدم إليه أبرص جاسيا قائلا له: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. بص بقى حلاوة الكتاب وجمال الكتاب. يا ريت قال أريد. لو قال أريد وهو قاعد في مكانه يبقى كلام عادي زي باقي المعجزات. عارف يقول إيه الكتاب؟ وبص بقى على تفسير الآباء لما قروا الكتاب. الراجل ده كان أكتر حاجة مزعلاه إيه؟ أقول لك أنا كراجل افهم الراجل ده كان حاسس بايه. انت يا ست انت هتفهم في الرجاله كمان ومشاعر الرجاله؟ انت هتفهم ازاي انت في مشاعر الرجاله؟ اسمعي بقى الراجل ده مشاعره كانت بتقول ايه. انا احكي لك انا من بناء اني راجل. كانت اكتر حاجه مغضباه ومزعلاه انه الست هانم مرته طردته من البيت، والعيال مش طايقين يتعاملوا معاه. بقى الراجل المطرود ليه؟ عشان ابرص. طب والبرص ده اجرى عنه في لويين 13، ونسف الدم يجرى عنه في لويين 14. مراجع انت في الكتاب تلاقي جدد وعتقاء تطلع من الكتاب. الكتاب يسطع قديسين، مش للمذاكرة مش للدراسة. قال لك فتشوا الكتب هتلاقوا فيها ايه؟ حياة. يعني تلاقوا فيها المسيح اللي قال انا هو القيامة والحياة. لما تفتش الكتب تلاقي المسيح. الله عليك لما تتحد بالمسيح من خلال كلمته، كلمة الله. احلى كلام جوه كلام الله. الراجل منبوس، فيقول انه لما راح للمسيح يقول لمسه. فانا قعدت ندور. القديس يوحنا ذهبي الفم ده راجل ايه؟ بروفيسور عالي قوي من الناس العليوي في تفسير الكتاب. اللي جيته قال ايه؟ قال انه عمل كده. معلش كده يا باشمهندس اوريهم المسيح عمل في الراجل ايه. تعالى انا اقول لك. اوقف بس اوقف. عارفين عمل ايه في الراجل؟ عمله كده اهو. عارف لمسه يعني كده. الله على اللي عمله السيد المسيح. يعني حضنه. اخطيت. يعني راح مسك الراجل عمل فيه ايه؟ حضنه. مش لمسه كده من بعيد، لا، اخده في حضنه. فاعطاله ايه؟ شفاء. اداله شفاء فطهر في الحال. ياما الناس مننا ياما قوي بيكونوا محتاجين للحضن الابوي ده. انا لما نروح لاب اعترافي في اسكندريه، شوف سفر بيني وبينه بس نروح جاري. عارفين ليه؟ ما انا قادر نروح لاي ابونا قريب مني واجي مط راسي واقول له يا ابونا حللني يا ابونا، اصل انا بعمل واعمل يا ابونا حللني. رايح فين يا ابونا انت؟ يقول لي انا اقول لك انا رايح هناك صدقني، علشان هو بياخدني في حضنه بطريقه بتحسسني بابويا. بس انا رايح المشوار ده كله علشان اترمي في حضن ابويا. طب والاعتراف؟ ما انا بقول لك ابائي كلهم اباء. ما انا ممكن اعترف. ما انا ابونا الجديد معايا في الكنيسه بعترف عنده كل قداس والتاني اوطي راسي واقول له حللني يا ابونا عملت. يقول لي كل يوم. اقول له ما كل يوم بغلط. طيب طب انا نفسي نبطل نغلط. صلي لي انت بقى ربنا يتوبني. لكن بروح جري بعيد ليه؟ عشان اترمي في حضن ابويا. الابرص يترمى في حضن ابوه اخذ شفاء. وانا لو عيان نقلب في الكتاب ناخد شفاء. طب لو خواف اقلب في الكتاب الاقيه بيقول لي لا تخف لاني معك. لا تتلفت دي يعني تبص كده وكده. لا تتلفت لاني الهك قد ايدتك وعضدتك واعنتك بيمين بري. لو خايف لا اهملك ولا اتركك. ان نسيت الام الرضيع انا لا انساك. عيني عليك طول السنه من اولها لاخرها. صدق الكتاب جواه علاج ودواء لكل داء. لو فقدت الرجاء واليأس تملك عليك تلاقي في أشعية بيقول ايه؟ اما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يجرون يمشون ولا يعيون. المعطي المعية قوة. المعية يديله ايه؟ قوة. تعالوا إلي يا جميع المتعبين. جميع المتعبين دي يعني اللي جاي من كل عوز. يا اخويا اللي خسرت فلوساتك يقول لك تعالى لي. يا اللي مرتك منكد عليك تعالى لي.
يلا الطلبات مش مبطله والدنيا عماله تغلى. يا ابوي المام غلي بجد. ايوه المام غلي. يقول لي تعالى لي، يشبع كل حي من رضاه. ايه رايك لما يبقى الغلا زاد عند المسيح يفتح احضانه يشبع كل حي من رضاه، وعمرنا ما متنا من الجوع ولا نمنا جعانين. باصص على كل كبير وصغير فينا ايا كانت الحاله بتاعتنا. ففي الكتاب المقدس لينا علاج لكل نقطه، لكل امر، لكل داء يصيبنا. واحلى ما في الكتاب ان الاقي غفران خطايا. هبص عليها يقول لي ايه دي علوي دي بقى، دي اعلى عطيه. يقول لي ايه انت يا ابني؟ اقول له ايه؟ يقول لي مغفور ليك خطاياك. مين سمعها دي؟ مين سمع مغفور ليك خطاياك؟ انا المفلوج، انا ماليش اصحاب. قابلت المسيح قال لي مغفور ليك خطاياك. مش كل مره بوطي راسي قدام اب اعترافي فيقول لي يا ولدي اعطى الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في الكنيسه المقدسه ان يغفروا خطايا على الارض. يا ابونا. اقول له ايه يا ابونا؟ يقول لي ربنا بيقول لك مغفور الخطايا، اذهب بسلام ولا انا ادينك. الله. احنا محتاجين نزود بس العلاقه مع شخص الرب يسوع المسيح في سماع كلمته كل يوم. راجع ورايا المعلومة اللي اقول لك عليها دي، انا لسه مراجعها النهاردة. راجع ورايا فيها. اكتب على اليوتيوب سفر التكوين 50 اصحاح، تلاقيه 4 ساعات وحاجة و20 دقيقة. ده ايه؟ مسموع نورمال. مش نورمال ده يعني طبيعي، صح؟ يعني من غير ما تسرع يا ريس، خليه نورمال. في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خاربة وخالية، باحلى طريقة. 4 ساعات ونص. سفر الخروج 40 اصحاح 3 ساعات ونص. سفر اللاويين 27 اصحاح 2 ونص. جمع بقى الساعات دي تطلع معاك العهد القديم 72 ساعة والعهد الجديد 26 ساعة، يعني كله على بعضه 96 ساعة، يعني اقل من 100 ساعة. ايه ده؟ 100 ساعة بس يا ابونا اقرا الكتاب المقدس العهدين القديم والجديد؟ صدقني ايوه، صدقني. راجع ورايا يا اخويا. العمليه عمليه حساب على الكوركريتور، الاله الحاسبه، تجيب معاك على طول عدد الساعات يطلع اقل من 100 ساعه. عارف اقل من 100 ساعه دول يعني ايه؟ يعني 2 ونص كل يوم تبقى زيك زي الانبا برام. يلا يلا قداسه ببلاش اهي. الانبا برام بيجي قديس ليه؟ كان بيعمل درس كتاب للناس كل يوم ويقرا الكتاب المقدس كل 40 يوم، يعني كان بيقعد مع الكتاب قد ايه؟ 2 ونص كل يوم. اعتبرهم ومسلسلين من اللي كنت بتتابعهم في رمضان. اعتبرهم مشوار طويل شوية وشغلها وانت سامع في اب كاهن حلو قال لي انا كل يوم ما صليتش قداس اقعد 2 ونص بتوع القداس اقعدهم مع الكتاب المقدس كأني صليت القداس. فعشان كده الكتاب المقدس بيخلص معايا على طول، كل فترة الاقي الكتاب خلص وابدأ من جديد. الانبا برام ما وصلش للقداسة بالساهل، ده طفح الكوتة وشرب المرار في الدنيا اللي كان عايشها. العيشة سهلة لا تصنع قديسين. تكفي على الكتاب واقرا في كلمة الله تدخل جوا مني تغسلني وتنظفني فابيض اكثر من الثلج. ومن اللي احنا هننور ازاي؟ هيبان علينا النور ازاي وكلامنا كلام شارع وكلام طريق وكلام زينا زي زمايلي في الشغل بيتكلموا عن الغلاء، فانا قلت لهم انتوا عارفين الطعميه وصلت قد ايه؟ يا راجل هو انت زيك زي زمايلك اللي في الشغل؟ هو انت متابع امور العالم؟ ده انتم في العالم ولكنكم لستم من العالم. ولما قال خدهم من العالم قال له لا بس احفظهم من الشرير. خليهم في العالم. يا رب سبتنا في العالم الضلمه ده ليه؟ يقول عشان تنور، ما انت نور العالم. مش هو اللي قال انتم نور العالم؟ ننور ازاي من غير الكتاب المقدس؟ هو ده النور. عشان بنطلع الشمعتين الحلوين اللي قلت لكم عليهم وننور اعلان كامل من الكنيسة انه كلمة الله هي نور للحياة. سراج لرجلي كلامك ونور خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك.
اسمع بقى الكلمة الحلوة دي اللي في تثنية 6:6، يقولك لتكن هذه الكلمات التي نوصيك بها اليوم على قلبك. طب مش المفروض انه الكلمات تبقى للأذان او للعقل؟ يعني هي في مخي يا في وداني، صح؟ لتكن هذه الكلمات التي نوصيك بها اليوم فين؟ على قلبك. عارف لما تقول انا قلبي مثقل ومليان بان انا اشيل الاسره الفلانيه، علاج وجهاز للبت اللي بتتجوز ودفع الايجار ودفع كارت الكهرباء، انا مثقل ان انا اشيل العيله دي. ابونا انا حابب ان انا اشيل عيله، مفيش عيله تشاور لي عليها، هشيلها كده بعبالها بترابها وافضل انا مسؤول عنها في الرايحه والجايه، ولما يرقدوا بسلام اجيب الصندوق واشحن على التراب ويبقى كده انا كملت رسالتي. مفيش في مره كده يا ابونا تنعم عليا بحد كده من اللي قربوا يروحوا علشان انا اشيله شيله كامله؟ مثقل على قلبي. قال لك كلمه الله تحطها فين؟ على قلبك. تعمل بيها ايه؟ تقصها على اولادك. حينما ايه؟ حينما تمشي في الطريق، وحينما تجلس في بيتك، وحينما تنام. انا نفسي حد في الكنيسه دي الحلوه دي يقول لي ازاي كلمه ربنا تكون على قلبي والهج بيها في لساني وانا نايم. اصلك الكتاب المقدس ده مكتوب بالروح القدس، والروح القدس عاقل، فلازم يقول كلام يدخل العقل. انا وانا نايم قال ايه؟ قال كلام ربنا في لساني وفي قلبي. تتعمل ازاي دي يا تعالى؟ سمعتوهم بيقولوا ايه ولا ايه؟ ما سمعتوش؟ كانوا بيقولوا آية من الكتاب بتقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ. أصله أنا لحبيبي وحبيبي ليا. عارفين بقى الحب لما يعلى قوي وتلاقي نفسك، بص بقى، تلاقي نفسك داخل في الحدوتة بتاعت يوسف في سفر التكوين، فوانت نايم انت عمال تقلب في الحدوتة، فوانت نايم تقول لا انا ما عملتش كده، انا مش عايز كده، ادي هو القميص وانا هسيب القميص وامشي، هسيب القميص وامشي حتى لو هتدخلوني السجن. فتيجي مراته تجلف تقول له مالك يا اخوي مالك بتكلم نفسك وانت نايم؟ يقول لها انا كنت واخد دور يوسف، انا كنت عمال نجلف في سفر التكوين واخدت بالي من يوسف لما جت مرض فطفار عمال عايزه توجع في الخطيه ويقول كيف اصنع هذا الشر العظيم، فايه حسيت انها جايه تجري ورايا انا بعد ما قدرتش على يوسف جايه لي انا، فانا قلت زي ما يوسف ما قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطي الى الله. كل الدكاتره بتاعت علم النفس قال لك في عقل واعي وعقل باطن. كل ما تخزن في العقل الواعي بالخير والحق والقداسه والبركه تحصد احلى عيشه من العقل الباطن. احصد احلى عيشه. لكن متعاركه مع اختك يا غاليه ولسانك ايه ومديهم لها وانتي وكل الكلام اللي بيتقال، انت هتفكر هتروحي تنامي في سلام؟ ما هتجيلك في الحلم تديلك العلقه التمام. هي هتطبطب عليكي؟ ما انت طول الوقت في العركه اللي شغاله في الخناقه. لا ده انا نائمه وقلبي مستيقظ. احلى عيشه عيشه الكتاب المقدس لمن يريد القداسه. نحن لا نقدر ان نكون قديسين بانفسنا، مهما جربنا ما نقدرش اصلا، ما نعرفش. دي القداسه دي من عند ربنا. فينك يا رب؟ يقول لي في الكتاب قلب في انفاس الله. انا بحب اخويا الباشمهندس يسري واحبه قوي، ما ينفعش اسلم عليه من بعيد اقول له باي ويقول لي باي. ايه باي دي؟ ايه باي دي؟ انا لازم لما اشوفه اترمي في حضنه، بس لما بترمي في حضنه ما اقدرش اني افضل في حضنه كده على كتفه وهو على كتفي. عارف بيجي عليا وقت بعمل ايه؟ بطلع سنه لورا كده هو عشان احط وشي في وشه واشوفه كويس. عارفين نفسي في نفسه ونفسه في نفسي، واتنفس نفسه ويتنفس نفسي. اوعى تكونوا تهتوا وما فهمتوهاش. الحته دي اللي ما بين وشي ووشه نفس واحد، عمالين نتنفس في وش بعض، فباخد من نفسه وياخد من نفسي. تعرف تكفي وشك في الكتاب فيبقى نفسك من انفاس الله.
انت يا استاذه اللي بتتكلمي، انت بتقولي كلام حلو كده ازاي؟ تقولي هو ده كلامي يا ابونا؟ ده كلام الله، ده كلام ربنا. انا كل كلامي مصحوب بالايات، انا كل كلامي هو كلام الله، ده من انفاس الله. بتنفس نفس ربنا يخليني لما انام احلم بربنا واقول كلام ربنا. ثقوا تماما كل من هو متدرب على القعده مع الله ويتنفس انفاس الله تبقى ريحته من ريحه ربنا. هي الست الخاطيه اللي عامله زي انا خاطي، لما احب اقرب من المسيح عملت ايه؟ هي علمتني وادتني درس في التمام. نزلت براسها وبشعرها ومسحت. عارفين كانت كبه ايه على رجلين المسيح؟ طيب، صح؟ الطيب جاله 300 دينار باين ولا 30 دينار؟ جاله كام؟ 300. واعيين باسم الصليب عليكم وناصحين والنباهة عالية جدعان. 300 دينار لما تكب ب 300 دينار على رجلين راجل قاعد، ده معناه ان غرجت رجليه. نزلت براسها بكرامتها بتاجها بالمملكة العالية، نزلت بالدماغ دي بالذات والكبرياء والعظمة، نزلت لتحت. رايحة فين يا ست الكل؟ تقول لي امسح قدميه بشعر رأسها. عارفين اقول لكم على حاجة حلوة حصلت للست دي؟ انه بقت ريحة شعر رأسها من ريحة رجلين المسيح. يا بخت اللي ريحته تبقى من ريحة المسيح. يا ريتني اخد من ريحة المسيح الزكية. ويقول لي ما تقدر ريحتك تحلو وتبقى من ريحة المسيح بعيد عن الكتاب. تعال الكنيسة كل من جسده واشرب من دمه وخلي الكتاب تلهج فيه نهارا وليلا، يتغير حالك وتبقى ريحتك من ريحة المسيح، تنام تحلم بالمسيح. الناس زمايلك في الشارع يشوفوا فيك صورة المسيح. أنتم شهودي يقول السيد الرب. هنشهد له ازاي؟ لما تنور يا ريس، لما الوش ينور، لما يبان عليك النور اللي في الكتاب، ساعتها تتعامل بأقوال الكتاب وبحياة الكتاب وبعيشة الكتاب، مش تتعامل برأيك وبرؤيتك وبنظرتك. أنا ظلمت كذا مرة يا أبونا، والظلم ده محدش يستحمله. أعمل إيه قصاد الظلم يا أبونا من أقرب الناس ليا؟ إزاي أستحمل يا أبونا؟ ده أنا ربيت الواد وكبرته وعلمته وفهمته، والست هانم أول ما اتجوزته قالت له تقاطع أمك. يرضيك يا أبونا؟ اللي زي دي أفتح لها باب تاني؟ خلاص بره وما طايقاها. أقول لك راجع كده سفر زكريا يا غالية، لما قالوا له من أين هذه الجراحة التي في يديك؟ قال فين دي الجراح دي؟ دي اللي جرحت بيها في بيت أحبائي، مجروح لأجل معاصينا. جرحت بالجراح دي لناس ما تستاهلش يا رب، تقول عليهم ايه؟ يقول لي هقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ايه الرؤية متغيرة ليه من خلال الكتاب المقدس؟ تعالي روح لأي أستاذ دكتور كبير عالي خالص من بتوع علم النفس ولا الحاجات اللي طلعنا اليومين دول اللايف كوتش قال، واللايف كوتش كمان لو مش بتاع ربنا يوديكي ورا الشمس. ليه بقى؟ لأنه لازم ياخد من الكتاب ويدي روح وحياة. لكن لو دراسة أول حاجة يقول لك إيه؟ مش من حقه يزعق لك، أنت ممكن تمشي في طريق الانفصال. إيه ده؟ انفصال؟ خربت البيت يا ست الكل يا هانم يا دكتور، انت بيت اللي بتخربيه ده انفصال ايه؟ تقول لا اصلك يعني لا الاساليب دي المفروض في اتيكيت، في اتيكيت. الله يرحم ماما ما كانتش تعرف يعني ايه اتيكيت ولا معنى كلمه اتيكيت. جاينا انت طالعنا النهارده في المقدر اول كلمه تقوليها للبت اللي لسه متجوزه انفصال. امال فين صليبك وتشيليه يا باه؟ جوزك طلع عيان في مخه متعصب بيتخانق مع دبان وشه، هقول لها ده صليبك وتشيليه والبيت يفضل عمران. هو ده كلام الكتاب؟ للي يلجأ للكتاب البيت يعمر. طب ما تعال نلجأ للفلسفة، خراب ودمار وفجر. ايه رأيك؟ عيش في الفجر بقى في الفلسفة يا اخوي. ده احنا عندنا خير كتير للي عايز يعيش في الخير، عندنا قداسة للي عايز افتح الكتاب كل يوم. ولو النظر تعب كركوبة جت عليك وحطت وما قادر تتابع، شغل يا اخوي على اليوتيوب، شغل ويكتب كده انجيل معلمنا مرقس مسموع. ايه هو الحلاوة دي؟
ايه الجمال والمعجزات والكلام اللي فوق جاني اللي في انجيل مرقس في ال16 اصحاح، يحطك في حالة نفسية تانية في ساعة. عارف تقعد ساعة وكم دقيقة مع الكتاب في انجيل بقول لك تتحط في حتة تانية خالص. تلاقي نفسك بعد ما يخلص انجيل مرقس صدقني تكفل وتتصل باختك بغض النظر يتمر ولا ما يتمرش. تلاقي انت اللي اتغيرت مش هي اللي اتغيرت. هي قاعده زي ما هي لسه لاويه بوزها عليك ومش طايقاك، فتلاقي انت اللي اتغيرت، فتقول لها حقك عليا يا اختي احنا مالناش غير بعض. يا اخوي مالك شارب جزاز زيت صلاه ولا ايه؟ مالك اتغيرت ليه؟ يقول اصل كلمه الرب حيه وفعاله دخلت جوه وصلت للمفاصل من جوه غيرتني. لكن هنعيش كما لقوم عاده مش هنطلع لقدام ولا خطوه. دي كانت المقدمة يا أحبائي اللي كنت أود أن أتكلم عن فعالية قراية الكتاب المقدس. دي كانت المقدمة. ندخل في العظة. هي العظة مش هترسم ابتسامة بس، ده هتعيشنا في حالة اسمها حالة الفرح اللي جالها السيد المسيح للتلاميذ لما قال لهم أراكم. حد عايز يشوف ربنا يا جماعة ما هتلاقوه في الكتاب المقدس أنفاس الله. تيجي نقلب في الكتاب، تيجي ناخد الإذن من قدس أبونا أبرام ونقلب في الكتاب بقى، ونفتح الكتاب ونطلع نخرج منه جددا وعتقاء. وتعاملات السيد المسيح مع الخطاة اللي شبهي، وتعاملاته مع المرضى، والبيوت اللي السيد المسيح دخلها وقلب حال البيت من بيت مليان بالحزن والكآبة والناس تخدم على الحيانة تقوم وصارت تخدمهم. ايه ده؟ المسيح دخل البيت. تيجي نقلب في الكتاب فنجد حياة جديدة ليها طعم جديد احلى بكتير قوي من العيشة اللي احنا عايشينها دي. صدق يعوزني الوقت احتاج لا يقل عن 10 ساعات بس، وخاف اطول لمنتصف الليل يحصل زي ما حصل مع افتيخس يوجع يموت. بس ساعتها كان في بولس الرسول قديس قومه من الموت، ساعتها هندور على قديس يقوم من الموت. ما لو وجع ومشغلين التكييف قوي تحس مفتحين كل قوة موجودة في المنطقة، ما هو كان قاعد على قوة برضك. ربنا يحميكم ويبارك حياتكم. هدوس على زرار اسمه ايه؟ اقرا في الكتاب. عارفين بقى يا حبايبي لو جرينا في الكتاب، هو يا ابونا ليه اتكلمت عن قرايه الكتاب؟ اصله يا حبايبي الانبا برام مشهور بالعطاء، ولما جيت اقيس عيشتي بعيشته في موضوع العطاء لقيت المشوار بعيد قوي، فقلت مش هينفع اتكلم. هسا كنا بنقعد نقلب في الجتة نشوفه محتاج ولا لا يكون بيدينا على جفايا ويضحك عليا. فالانبا برام ما كانش قاضي، كان يدي الكل، فلقيت دي مش نافعه معايا. فبعدين بصيت على الانبا برام لقيته فاتح السوست عمال يوزع حتى وهم معهوش لحد ما بيخلص. انا لا يعني اوزع بس اسيب شويه للظروف. فلقيت المشوار بعيد قوي بينه وبينه، يجي لنا جبنه وزع 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 للجبنه، واخر 6 7 9 تقول لي الواد بس سيبهم دول للعمال اللي في الكنيسه هنروح نشتري بفلوس. ما دي اللي الجبنه موجوده خليها للعمال اللي في الكنيسه مش هنوزع كل حاجه. استنى يا ابني، لقيت المشوار لما جيت اقيس في المسافه في القامه الروحيه اللي بينه وبينه لقيته بعيد قوي فوق علوي وانا كاني تحت الارض مدفون. فقلت لا بلاش اتكلم عن حاجه انا ما عايشهاش. لما ينعم عليا الكتاب المقدس واخد منه قداسه اعرف اوصل بيها لحياه العطاء بتاعته. صلوا لي طيب النوبة الجاية في النهضة بتاعت السنة اللي جاية بتاعت الأنبا برام يبقى الكلام عن العطاء لو عشتوا ده بصلواتكم. اتصلوا نعيش كما ينبغي ونعيش كما يحق لإنجيل المسيح. ربنا يبارك حياتكم. اتقلبوا في الكتاب ليل ونهار. تذكروا كل آباء كهنة الكنيسة دي في صلواتكم باستمرار، الصحة والعافية والتعليم المستقيم والثبات على الإيمان الأرثوذكسي. ويبارك حياتكم ربنا وتلاقوا دايما كده يا ربنا بكلماته المقدسة أمام أعينكم باستمرار. لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وللأبد آمين.